السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا متابعين صبري والي على السوشيال ميديا، على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك وجميع مواقع التواصل. بإذن الله النهارده معاكم من مكان جديد وتصميم جديد بمزرعة تانية خالص بشكل جميل، ومعانا هنوريكم الحمام ونوريكم الشغل كله. جايين لكم النهارده إن شاء الله تصميم عنبر حمام لحم فرنساوي ما شاء الله، وجايبين له أعلى جودة فخار. تمام، يعني ما شاء الله اللهم بارك. الفخاره النهارده الفخاره بتاعتها حجم كبير ما شاء الله اللهم بارك. بص حجم الفخاره ما شاء الله، حاجه تحفه خالص. ما تقولش بقى اكبر مقاس فخار. طبعا شايفين لون الفخاره نفسه واخده لون درجه البياض، علشان خاطر ده شده نار وشده حريق، واخده لون درجه البياض ودرجه الحمار ودرجه السواد، فده واخده لون عالي جدا جدا بالنسبه للنار بتاعته. حجم الفخار دي اعلى، طبعا الفخار دي في منه انواع وخامات كتير جدا جدا جدا. تمام، بفضل الله انا شغال هنا باعلى خامه واعلى جوده. ان شاء الله باذن الله دول عنبر. احنا بالظبط في جمعيه احمد عرابي. تمام، ان شاء الله هنصمم العنبر ده وهنبدا معاكم واحده واحده. طبعا حتى لدرجه عشان طبعا المنطقه هنا رمله وكده، جت العربيه اللي جابت معانا جابت الشغل، جابت الترابه السمراء اللي هي بتقول عليها شرب او طفله او طميه، جت معانا ان شاء الله باذن الله. هتيجوا كده مع بعض نروحوا العنبر داخلي ونوقف ونيجي مع بعض. وقف عبد الرحمن تعالى. دخلنا العنبر مع بعض ما شاء الله اللهم بارك. العنبر هنا معمول له واحده ورا كده معايا. العنبر هنا معمول له ما شاء الله باب سلك ما شاء الله. التنفيذ بتاعه كويس جدا ما شاء الله. برضه كذلك هنا متاخد الشكل بتاعه السلك العمومي بتاعه حاجه جميله خالص ما شاء الله. التهويه بتاعته تعالى بقى. اما بالنسبه للسلك الداخلي فوق، شايف السلك هنا برضه حاجه تحفه ما شاء الله اللهم بارك. مدخله الشمس في العنبر اهي. الشمس ده فوق في شمس في العنبر، فالشمس نفسها بتدي الحمام كالسيوم. تمام، زائد ان العنبر هنا فيه ميزه مهمه جدا جدا جدا. طبعا العنبر ما شاء الله نفسه عالي، المبنى بتاعته جايه نظام الامو ده حاجه كويسه خالص. تمام، الحمام بيعرف يطير ويتحرك وياخد راحته في المكان. تقريبا الجدار ده طوله تقريبا سواء تقريبا 10 في 4 او 10 في 4 ونص. ان شاء الله هنبدا فيه معانا هنحطه في كميه الفخار بتاعتنا، وهنعمل حضانه عزل في الجنب الثاني، وده مهم جدا. حضانه العزل ليها طريقه في الشغل بفضل الله. انا بنصممها يعني بطريقه معينه. ماشي، هنروحوا مع بعض برضه نوريكم الحمام في الجنب الثاني وهنعمل العزل فين. خليكم معانا، يلا بينا. تعالى هنا بقى في حاجه مهمه خالص، مش عايز دايما يكون فيها غلط. ايه هي؟ اللي هي تجنيس السلاله. تجنيس السلاله دي حاجه مش حلوه. انت طالما اشتغلت حمام لحم فرنساوي ان شاء الله هننزله اخر اليوم وهنوريكم العزل بتاعه، وبرضه ازاي ان انا ننقي السلاله بتاعتي، وازاي برضه هنديك جدول ان انا في مكان المقبول ازاي نعالج. بالذات عندي مرضين هم اللي انا هنعاني منهم، الكنكر والجدري. الكنكر والجدري ده طبعا يعني هنحاول كده نشوف لكم فرده يكون تقريبا انتوا معايا كده في ممكن تلاقي عندها كنكر. بص يا حبايبي، انا خدت فرد الحمام. تمام، فرد الحمام ده الكنكر ده او الامراض التنفسيه بتيجي من جيل اول بدايه. الامراض التنفسيه ده طبعا بتيجي مبدئيا من حاجه اسمها غبار الريش. غبار الريش زي ما يكون انت في المكان وفيه عفره. العفره ديت بتيجي بتشتغل على الجهاز التنفسي. تمام، تلاقي اولا مبدئيا تلاقي مناخيرك اتسدت، بقك بدا يتسد من النفس بتاعك، تلاقي بق الحمام لما تيجي تفتح الحمام. احنا هنقول كده بسم الله مع بعض. تعالى احنا عبوده. ماشي، هتلاقي فيه تجبنات، في حاجه بيضه كده مش عارفه تيجي معاكم في الكاميرا ولا لا. مع الجدري هتحاول تجيب بق الحمام من جوه كده، هتلاقي معاكم في تجبنات بيضه مع الجدري دي. طبعا ده بيكون دايما من سواء لو في حشره سوسه ولا حاجه تقريص، ده اللي بتعمل الحاجه دي، ولها علاج هنتكلم معاكم فيه بعد شويه. تمام، تطبيق السلاله. انا اشتغلت حمام لحم فرنساوي، ما ينفعش نشغل معاه نوعيه ثانيه. ما ينفعش نشغل معاه ايه؟ ما ينفعش نشغل معاه نوعيه ثانيه، عشان انا ما نبوظش السلاله بتاعتي. عشان لما نيجي نبيع منه انتاجيه نبيع سلاله نقيه صافيه خالص 100%. ان شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله اللهم بارك. الحمام كده ما شاء الله كويس.
صحته كويسه ما شاء الله اللهم بارك. بس طبعا هيبقى عندي شويه تعليقات كده هنبقى نقولهم لصاحب المكان ان شاء الله على المكان. ماشي. طبعا شويه الحمام كسلاله لحم 10 على 10، بس فيهم شويه نقاء عايزين نظبطوا منهم. ماشي ان شاء الله هنكون مع بعض. اخر الفيديو تاني اشرح لكم، خليكم معايا.